السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في فيديو جديد وهنشرح مع بعض طريقة تركيب ما الماجنتيك. تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. أول حاجة هناخد المقاس بتاعنا، نعلم المقاسات اللي احنا عايزينها على حسب الرسمة اللي العميل عايزها أو الرسومات اللي المهندس رسمها. طبعا احنا كده خدنا المقاس بتاعنا. عرض الماجنتيك بيكون 3 سنتي و2 ملي. نشد العلم كده، بعد كده نبتدي نفتح بالمنشار او بالصاروخ على حسب راحتك يعني. وبعد ما فكينا الجبس هنبتدي ان احنا نقطع في الأوميجا، نعمل خلع للماجنتيك، لأن الماجنتيك بيكون له ظهر عالي شوية حوالي 7 سنتي أو 8 سنتي زي اللي هجيبهولكوا في الصورة دلوقتي. وبعد ما قطعنا لازم نعمل تقوية للجزء اللي اتشال منه الأوميجا. بنحط عود سي ونربطه بشيالات من النص على حسب المساحة. قوينا هنبتدي نرفع عود الماجنتيك ونثبت الشفة بتاعته في ظهر الجبسون بورد والأوميجا. زي ما انتوا شايفين بعد ما ثبتناها وبكده يكون ثبتنا عود الماجنتيك، هنبتدي نرفع الجبس ونقفل الجزء اللي فكناه تاني. وده هيكون شكل الماجنتيك وهو على الجبسون بورد. وبعد ما رفعنا الجبسون بورد ده هيكون الشكل النهائي للسقف. ودي بعض الوحدات اللي بتتحط. وبكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى اكون قدرت اوصلك المعلومة وقدرت ان انا افيدك. ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفاد.